توقعات ضيوف هذا المساء لدور ربع النهائي. نبدأ مع فتحي. نبدأ مع فتحي في توقعاتك لدور ربع النهائي. والله التوقعات معناها ما نجموش نقراو مقابلات الحقيقة قراب ياسر لبعضها، ولكن توقعات وفي نفس الوقت الحقيقة التمنيات، وهي أنه 3 منتخبات العربية تمر ولها الإمكانيات تمر بعاطفة أم بواقع؟ لا منطق، بالواقع بالمنطق وشوية عاطفة باش نزيد ربما في النسبة. لكن ال3 منتخبات العربية مصر المغرب والجزائر عندما تمر إلى الدور النصف النهائي إلى المربع الذهبي لن تكون هناك مفاجأة، فمن حقها ومن إمكانياتها مع هذه الفرق بطبيعة الحال السنغال. جميل. إلى صابر وتوقعات صابر. شوف أنا مش هختلف مع فتحي، الأول مرة مش هختلف معاك خالص في كل حاجة، حتى في جزئية العاطفة وجزئية التوقعات، بس أنا هتكلم في جزئية تانية صغيرة لو سمحت لي. افتكرت النهارده الفنان الراحل توفيق الدين لما كان بيقول لك لما الكل فتوات امال مين اللي هيتضرب. احنا بنتوقع انت عندك 7 منتخبات اي حد فيهم يفوز بالبطوله، ده طبيعي جدا. نعم. السنغال تفوز بالبطوله عادي، المغرب تفوز بالبطوله بس عادي، بس هاي توقعاتك انت مصر صح؟ تفوز، دي توقعاتي. نعم. ما هي نفس توقعات فتحي. ايوه. ونفس مؤشرات اللي بيتكلم عنها فتحي. فانا بقول لك لما الكل فتوات امال مين اللي هيتضرب. احنا تقريبا ما فيش غير مالي دي. بس لا بس فتحي قال في شويه عاطفه، انت شويه عاطفه ولا لا؟ شويه عاطفه كمان. بعد شويه عاطفه. شويه عاطفه. طيب وانتم صحفيين وخبره وشويه عاطفه. شوف هو اكثر مني في العاطفه. شوف يا مشاري، يعني انا لأنه مثلا هو بطبيعه الحال متحمس فريق المصري، ولكن انا العاطفه بنسبه صغيره. بس ليش انت حكمت انه هو اكثر بالعاطفه؟ لانه مصري ولانه يعيش المقابله بروح كبيره، وانا عشت مع صابر. بس هذا اتهام قد يكون لنا صابر ما كان واقع ومنطقي. اتهام بحبه لمصر. لا محلاها التهمه. لا بالعكس اجمل اتهام. لكن لا، هل المنطق نفسه هو انعكاس للعاطفه ولا لا؟ لا ربما انا النسب، لانه عندي ثقه في ال3 منتخبات العربيه. النسب ربما 60% بالمنطق، 30% بالامكانيات، و10% عاطفه. يعني انا ممكن اقول لك بالارقام. العاطفه بتخلي 60% مصر، 40% الكوت ديفوار، انما لو هتكلم في منطق 50-50. بدر الدين توقعاتك لربع النهائي؟ اكاد لا اخرج عن ما ذهب اليه فتحي وصابر لغايه الاسف. هذه المره يا مشاري ما اختلفنا. اتفاق اجباري. ما اختلفنا لانه مباراه المغرب الكاميرون ارشح المغرب، الجزائر نيجيريا ارشح الجزائر، ايضا السنغال مالي نفس التوقع. زين في عاطفه؟ نفس توقعات. في عاطفه؟ يعني نسبة قليلة جدا. لأنه احنا قلنا من البداية أن هذا ربع نهائي متكافئ. درجة التنبؤ فيه صعبة جدا. يعني تميل إن شاء الله التوفيق مع منتخباتنا العربية والحظ مع منتخباتنا العربية، بما أن النسب متساوية ما دام أن النسب متقاربة يلا نمشيو مع المنتخبات العربية. أخي ليش لا؟ نكون في يوم. أنت تمانع في هذا الأمر؟ هل أنت تمانع في هذا الأمر؟ لا طبعا ما تمانع. لا أكيد أنا أتمنى البطل لأحد المنتخبات العربية، بما أن نعيش أفضل نسخة عربية من ناحية الاستضافة. مسعود اختياراتك؟ والله شوف، بالنسبة للمباراة الأولى نتكلم عن الجزائر، مباراة قوية جدا، ولكن أتوقع حسمها بعد التمديد. هذه هي اختيار بعد التمديد للجزائر. بعد التمديد. لكن أنت نفس التوقعات تقريبا نفس التوقعات، فيها عاطفة؟ عندي العاطفة تتدخل في شيء واحد. العقل يقول أنه المغرب يحسم المباراة. طيب العاطفة وين؟ العاطفة تقول أنا حابب مباراة ثأرية مع الكاميرون في نصف النهائي. أنت حاب يعني العاطفة حابب أواجه الكاميرون. بس هذا يفرض أن خروج المغرب من الكاميرون. أنا تكلمت بعاطفة، الواقع قلنا يقول أنه المغرب. طيب ليش؟ طيب لا عاطفة، ليش ما اخترت الكاميرون وهي اختياراتك وقناعاتك ولا أحد لا يعني تدخل فيها؟ شوف الموضوع واضح، الواقع يقول المغرب يحسمها حتى لو بركلات. لكن عاطفيا انت؟ عاطفيا انا حابب في فاتوره سابقه لاني عندي، بس على حساب منتخب عربي، مش على حساب انا قلت لك العاطفه هي اللي تخليني يعني حاليا اتمنى اني اواجه الكاميرون ثأرا للطريقه القاسيه التي اقصينا بها من تأهل كاس العالم في افضل نسخه. يعني ما شاركناش في افضل نسخه لكاس العالم في قطر. نعم. فالفرصه مواتيه، ما فيش فرصه افضل منها. هذا توقعك فرض علينا ان ناخذ راي فتحي وبدر. تفضل. لا مسعود من حقه بطبيعه الحال انه يكون عنده تمنيات
منطقي وهذا شعور. فما انا عندما استمع ليه فما عاطفه فما اشياء اخرى. انا نقول له مش تتمنى تلعب مع الكاميرون، مش تمني، انا قلت عاطفه لان نحب عاطفه إيه داخله في العاطفه. العاطفة. تمني وكاني نقول انا نتمنى يخسر المغرب. لا وانا باهي باللعب الواقع قلت هو واضح. الواقع لا مش ظاهر ايمن هذا بلاي ميكر هذا. بلاي ميكر غيرت شويه غير لانه خرجتك وجه لوجه معناها مثل بيتكوفيتش يغير لك يلعب لك 3 خطط في ماتش واحد. ربما انا شخصيا حلمي وانه ما لم يحدث في الكأس العربية نصف نهائي الجزائر المغرب، حلمي ان يكون نصف نهائي في الكان جزائر مغرب. يعني انا متاكد ان نكون من كونه فما فريق عربي في الدور النهائي. اذا نجم نقول انت ماذا بيا الكاميرون، ولكن في نفس الوقت في قراءتي عشان ماذا بيا نتحاشى المغرب لان الفريق. طيب هو راي بدر. والله تمنيته. لا استطيع ان اصادر تمنيته. هو يتمنى. طيب انا سالتك وانت يعني في وضعيه نرفزه ليش؟ لا ابدا لا ابدا. انت متنرفز ليش؟ انا سالتك في اخر الثواني. تفضل. قلت لك تخسر بهدف في اخر الثواني ويتبخر حلم منتخب وجيل كامل. طيب بس العاطفه مش في محلها بصراحه. لا هو اختيارات يا صاحبي. محلها بس انا عايز اقول له على حاجه. انت خسرت مباراه الكاميرون والجزائر، كانت مباراه مصيريه، ما تنتقمش منه او ما تردش اعتبارك في مباراه اقصائيه، على الاقل في النهائي في مره ثانيه في يا صابر. هو قال المنطق مع المغرب. هو كلامي كان واضح. المنطق الواقع يقول المغرب، لكن عاطفيا ذكرت وشرحت عشان ما يتكرر عشان ما يتكرر واضحه. نسخه المغرب من الافضل الى الاجمل. نقراو مقابلات الحقيقه قراب ياسر لبعضها، ولكن توقعات وفي نفس الوقت الحقيقه تمنيات، وهي انه 3 منتخبات العربيه تمر ولها الامكانيات. تمر بعاطفه ام بواقع؟ لا منطق. بالواقع بالمنطق وشويه عاطفه باش نزيد ربما في النسبه. لكن ال3 منتخبات العربيه مصر المغرب والجزائر عندما تمر الى الدور النصف النهائي الى المربع الذهبي لن تكون هناك مفاجاه، فمن حقها ومن امكانياتها مع هذه الفرق بطبيعه الحال السنغال. جميل. الى صابر وتوقعات صابر. شوف انا مش هختلف مع فتحي لاول مره، مش هختلف معاك خالص في كل حاجه، حتى في جزئيه العاطفه وجزئيه التوقعات، بس انا هتكلم في جزئيه ثانيه صغيره لو سمحت لي. افتكرت النهارده الفنان الراحل توفيق الدين لما كان بيقول لك لما الكل فتوات امال مين اللي هيتضرب. احنا بنتوقع انت عندك 7 منتخبات اي حد فيهم يفوز بالبطوله، ده طبيعي جدا. نعم. السنغال تفوز بالبطوله عادي، المغرب تفوز بالبطوله عادي، بس هاي توقعاتك انت مصر صح؟ تفوز. دي توقعاتي نعم. ما هي نفس توقعات فتحي. ايوه. ونفس مؤشرات اللي بيتكلم عنها فتحي. فانا بقول لك لما الكل فتوات امال مين اللي هيتضرب. احنا تقريبا ما فيش غير مالي دي. بس لا بس فتحي قال في شويه عاطفه. انت شويه عاطفه ولا لا؟ شويه عاطفه كمان. بعد شويه عاطفه. شويه عاطفه. طيب وانتم صحفيين وخبره وشويه عاطفه. شوف هو اكثر مني في العاطفه. شوف يا مشاري، يعني انا مثلا هو بطبيعه الحال متحمس فريق المصري، ولكن انا العاطفه بنسبه صغيره. بس ليش انت حكمت انه هو اكثر بالعاطفه؟ لانه مصري ولانه يعيش المقابله بروح كبيره، وانا عشت مع صابر. بس هذا اتهام قد يكون لنا صابر ما كان واقع ومنطقي. اتهام بحبه لمصر. لا محلاها التهمه. لا بالعكس اجمل اتهام. لكن لا، هل المنطق نفسه هو انعكاس للعاطفه ولا لا؟ لا ربما انا النسب لانه عندي ثقه في ال3 منتخبات العربيه. النسب ربما 60% بالمنطق، 30% بالامكانيات، و10% عاطفه. يعني انا ممكن اقول لك بالارقام. العاطفه بتخلي 60% مصر، 40% الكوت ديفوار، انما لو هتكلم في منطق 50-50.